تمريرة صعبة لناجي، وناجي يستلمها بشكل خرافي ويسجل جول تاني. بارو يحاول يقلد تسديدة شيرين، بس الكورة تخبط في العارضة وترجع لناروهايا اللي يسدد، لكنها تروح تاني في العارضة وترجع لبارو اللي يسجل جول التعادل. إيساجي يفهم إن سر الفوز هو التغلب على ناروهايا، لأن مهارة ناجي وبارو متقاربة. يبدأ يركز عليه، بس ناروهايا يقطع الكورة ويمرر لبارو اللي يسجل جول تاني. إيساجي يحاول يرد، يمرر لناجي، ناجي يسجل، بس بارو يرجع يسجل من نص الملعب تقريبا ويفوزوا. الفريق التاني يكسب، والنتيجة النهائية إن إيساجي خسر، بس المرة دي عنده هدف واضح إنه لازم يتطور أكتر علشان ينتقم من اللي فازوا عليه. في اللحظة دي أيساجي بيفهم كل حاجة، ويدرك إن ناروهايا كان دايماً بيتمركز في النقاط العمياء بتاعته، يعني في الأماكن اللي ما بيقدرش يشوفها كويس. بيحلل الموقف كله بسرعة والماتش يكمل. كالعادة أيساجي يمرر لناجي وناجي يسجل جول. النتيجة بقت 4-4، واللي هيفوز هو اللي هيسجل الهدف الجاي. إيساجي في الوقت ده غرقان في التفكير،